السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده البداية الحقيقية للقناة، وهتبدأ تسمع نصايح عملية وحاجات انت محتاج لها فعلا، وان شاء الله تساعدك توصل لحلمك. فيلا نبدأ. مبدئيا كلنا عارفين ان العمليه التعليميه مقسومه لجزئين او شخصين، هما المتلقي اللي هو حضرتك، والملقي او المحاضر اللي هو في حالتنا هنا الاستاذ او المعلم. وهنا كل واحد لازم يعرف دوره، بمعنى انك كطالب لازم تعرف انك كاي بني ادم في اي منظومه ليك حقوق وعليك واجبات، وكمان المدرس عليه واجبات وليه حقوق لازم ياخدها. فنبدا بيك مثلا كطالب، انت مثلا قاعد في حصتك، واجباتك هي انك تقعد منتبه في الحصه ومركز مع المدرس طالما هو بيشرح بيقول المعلومات اللي مطلوب من حضرتك انك تفهمها وكمان تحفظها. وده لو ما تنفذش المدرس مش هيخسر اي حاجه، انت اللي هتخسر في الاخر يا صديقي، لانك هتطلع مش فاهم ومش هتكون استفدت اي حاجه، ضيعت فلوس ابوك على الارض وضيعت وقتك في الفاضي. وهنا لازم تعرف حاجه اسمها واجب الوقت، وده موضوع يطول شرحه الصراحه، ولكن واجب وقتك وانت في حصتك انك تقعد مركز ومنتبه ليس الا. فبالتالي التزم وانت في حصتك عشان تستفيد، لانك لو ما نفذتش المطلوب منك في الجزئيه دي لا تلومن الا نفسك في اخر السنه. طبعا برضه حضرتك كطالب ليك حقوق، وهي ان المدرس يعاملك باحترام وتقدير ويفهمك اي جزئيه انت مش فاهمها ويشرحها لك تاني، وطبعا يراعي ربنا ويشرح بضمير ويشرح كل جزئيه لحد ما تفهمها. وده يودينا ان للاسف بقى في مدرسين كتير ما بقاش عندهم ضمير، واهم حاجه عندهم ان هو يلم فلوس من الطلبه بشكل او باخر، زي انه ما بيشرحش بضمير او بيكروت معلومات او ما بيفهمكش معلومه انت سالته عليها وانت ما فهمتهاش. وطبعا انت لو لسه ما قررتش انك هتكمل مع انهي مدرس في كل ماده، وطبعا ده غلط لان شهر 8 خلص ودلوقتي داخلين على نص 9 اهو، فبالتالي ايه هي المعايير اللي تقدر تحدد بيها المدرس المناسب ليك؟ واحد طبعا انك تكون بتفهم منه كويس قوي الدرس والشرح، ولو لا قدر الله في جزئيه انت ما فهمتهاش منه بتروح تسمعها من اليوتيوب. اتنين، يكون مش عامل حاجز بينك وبينه وتقدر تساله سواء اثناء الحصه او بعد الحصه، ويكون في تواصل بينك وبينه سواء على الواتس او التليجرام او اي وسيله تواصل اجتماعي. ثلاثه، لو هتاخد درس اونلاين عشان توفر وقت المواصلات والمروح والمجي، فلازم تكون متاكد انه هيكون موفر لك كل حاجه انت محتاجها زي ما هتكون قاعد قدامه بالظبط في السنتر، عشان ما يبقاش في اي خلل في المنظومه بتاعتنا يضرك في اخر السنه. اربعه، طبعا ما يكونش عنيف او في اي انواع من انواع الاهانه ليك طالما انت محترم نفسك ومحترمه. ونصيحه من اخوك كده، بلاش تاخد درسين في اي ماده سواء اونلاين او على الارض زي السنتر مثلا. وفي واحد هيقول انا هاخد درسين اونلاين لان الاونلاين بيوفر في الوقت، وده هيكون بيوازي ان انا اخد درس واحد على الارض او في سنتر مثلا من ناحيه الوقت، وده طبعا غلط جدا، لانك معنى انك تاخد درس اونلاين او في سنتر فده معناه انك ملتزم بواجبات ومواعيد ومطالب من المدرس بتاعك، زي انك تحل الواجب وتسمع الشرح وتحضر في ميعاد، وده كده كده هياخد من وقتك برضه. والحل انك تاخد درس اونلاين كامل او في السنتر كامل. ولو في درس ما فهمتوش من المدرس او المدرسه اللي انت ماشي معاه لا قدر الله، روح اسمعه من اليوتيوب ويبقى الدرس ده بس، ما تقعدش تقول بقى انا هسمع المنهج كله والشغل ده. زائد صدقني عمرك ما هتفهم الدرس كويس الا لما تحل عليه كتير. في دروس مش هتتفهم خالص غير بعد شهور حل، مش من سماع شرح مره ولا مرتين. وطبعا مش محتاج اقول لك انك لازم تجيب كتابين في الماده عشان تحل كتير، لان الثانويه العامه يعني حل كتير، وطبعا كل المدرسين هيقولوا لك كده. وتقريبا برضو النصيحه دي هتتكرر في كل الفيديوهات الجايه لو انت ما طبقتهاش يعني. وحابب اشارك معاك تجربه ليا خلال السنه، الا وهي اني غيرت مدرس الاحياء في شهر 12، وعادي جدا كان للاحسن الصراحه، والحمد لله ده كان توفيق من ربنا مش من عندي يعني. فعادي يعني لو غيرت المدرس بتاعك في نص السنه، ولكن طبعا ده لا يستحب يعني. وطبعا ده لانك لسه هتتعود عليه، وعلى ما تاخده على بعضه وتتاقلم مع الجو هياخد منك وقت شويه. وطبعا انا المدرسه اللي رحت لها احياء كانت بتدي جيولوجيا، وانا كنت بروح لها جيو ايام ما كان في جيو بقى، فكنت متعود على الطريقه وكده، فما احتاجتش وقت طويل عشان اتاقلم واتعود على طريقه الشرح. ولكن طبعا هي بتختلف من شخص للتاني، بس انا حبيت انقل لكم التجربه دي، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الحلقه دي. ولو عوزتوا تستفسروا عن اي حاجه، لينكات الفيس والانستا موجوده في الديسكربشن، تقدر تتواصل معايا في اي وقت. ومتنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه عشان يوصل لك كل جديد وتستفاد من الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.